لو سألتني عن الاسم الأكثر إثارة للجدل في التاريخ كله من أوله لآخره، قطر هيكون اسم واحد بس: روثشايلد، أو زي العرب ما بيحبوا ينطقوها على الطريقة الألمانية روتشيلد. العيلة الأكثر نفوذا وسيطرة وتحكما وطغيانا حتى على أكبر اقتصادات العالم. مش بس كده، العيلة كمان اللي طرح حواليها كتير من الكلام، ما بين شائعات وما بين حقائق، عن مصدر ثروتهم وازاي عملوها، ازاي انتشروا في أوروبا، ازاي توغلوا في اقتصادات العالم لدرجة انهم بقوا عيلة دائنين لدول. كلام كتير ممكن يتفتح وكلام كتير بيتقال. انا مش جاي اقوله النهاردة، لا جاي اتكلم في سياسة ولا في اقتصاد ولا في حقائق ولا في شائعات. انا جاي اتكلم في بيت. ايوه بيت منزل. هو البيت اللي ورايا ده وادستون مانا، أول بيت عمله آل روتشيلد لما وصلوا من ألمانيا وبدأوا يأسسوا إمبراطوريتهم هنا في بريطانيا. تابعوا معانا الحلقة دي، إن شاء الله تشوفوا حاجات تعجبكم. للأمانة هو مش أول بيت أسسوه لما وصلوا بريطانيا، لكنه بالقطع كان أول بيت من نوعه، مش فقط ضمن مجموعة العقارات اللي بيمتلكها آل روتشيلد، لكن في عموم إنجلترا ككل. تفرد البيت اللي كان السبب الرئيسي فيه هو الطراز المعماري له. يعني مين كان يتخيل إنه يشوف بيت على طراز شاتو فرنساوي من عصر النهضة في قلب الريف الإنجليزي؟ فقط شخص واحد كان ممكن يفكر بالطريقة دي، هو البارون فرديناند دي روثشايلد، اللي انتهى من بناء البيت سنة 1889 عشان يكون البيت الريفي الواقع في قرية وادستون الموجودة في باكنغهامشاير هو مكان لحفظ التحف والنفائس اللي جمعها من كل أرجاء المعمورة، بالإضافة لكونه بيت العطلات اللي هيقيم فيه أعظم الحفلات وهيستضيف فيه أهم الشخصيات السياسية والاقتصادية وحتى من البيت الملكي. وطبعا انتوا عارفين ليه. شكرا جزيلا لاشتراكك في القناة، وجودك معنا شيء دايما بيسعدنا. خليكم معنا عشان لسه هنبدأ ونقول يا هادي. البداية أكيد هتكون من الحديقة، واللي هي مثال استثنائي على نظام البستنة في أواخر الحقبة الفيكتورية. حدائق المنازل التاريخية الإنجليزية عادة ما كانت بتاخد قرون وأجيال عشان تحدد الهوية والتصميم النهائي بيها، لكن المثير للدهشة في البيت ده إنه على عكس المألوف أنهى البارون فرديناند أعمال التشييد في الحديقة والمنزل في وقت قياسي بحكم معايير الزمن وقتها. إنشاء البيت مر بتحديات كبيرة. قبل إنشائه كان موجود مكان البيت تلة عالية، اضطرت البارون إنه يزيل 9 متر ارتفاع منها علشان يعرف يوصل لمستوى ينفع تتم عليه عمليات الإنشاء والبستنة. كان لازم كمان يشق طرق ويشوف طريقة يوصل بيها المية للمكان المعزول اللي اختاره للبيت. كان عايز كل حاجة تتم بسرعة، حتى إنه صنع عربيات مخصوصة علشان تنقل الأشجار من مكانها الأصلي للحديقة، لأنه ما كانش عنده وقت يزرع الفسايل ويستنى تبقى شجر. بالإضافة لكده كان بيستخدم حسه الفني عشان يحدد فين أفضل أماكن يحط فيها التماثيل بتاعته، وإيه أحسن أماكن ممكن تكون نقط جذب لضيوفه أثناء تواجدهم في الحديقة. علشان يوصلنا الكم الهايل من الألوان الحلوة دي، قام البارون بتعيين جيش من البستانيين علشان يقوموا بزرع ورعاية وتصين الحديقة على مدار السنة. ليدي ووريك كانت واحدة من المدعوين في البيت في إحدى الليالي اللي كان فيها عاصفة مرعبة كادت أن تودي بالحديقة بالكامل. بتحكي في مذكراتها إنها لما صحيت من النوم لقت جيش من العمال شغالين في الجنينة علشان يستبدلوا كل وردة ماتت بسبب العاصفة بواحدة جديدة من البيت الزجاجي. وبتنهي ليدي كلامها إنها كانت مفاجأة لكل الحضور لما صحيوا ولقوا الحديقة تماما زي ما كانت ولا كأنه حصل حاجة. وعلشان التكامل الفني الموجود بين البيت والحديقة، كل سنة مشرف الحديقة بيحاول ينفذ نموذج من الحاجات الموجودة جوه البيت بره في الحديقة. هنا مثلا حبوا ينفذوا مجسم للسجادة السوفانري الموجودة جوه البيت، واللي بتحمل رأس أبولو إله الشمس عند الإغريق. باستخدام تقنيات الحوسبة الموضوع طبعا بقى أسهل وأسرع من زمان، بحيث إن كل واحد عارف هو بيحط إيه فين عشان يطلع الشكل النهائي بالمنظر ده.
وبكده تكون كل حاجة في الحديقة بقت جاهزة، ومبقاش فاضل غير استقبال الزوار، واللي عددهم وصل لقرابة 500,000 سنة 2019. ولا كلمة، البيت بصراحة حلو، كل تفصيلة فيه حلوة. بس ما تنسوش ان احنا لسه ما دخلناش البيت اصلا، ولسه ما نعرفش ايه اللي مستنينا جوه. الحلقة الجاية ان شاء الله هندخل ونبدأ نفرجكم الكنوز اللي جمعوها آل روتشيلد من كل حتة حوالين العالم. تابعونا وان شاء الله تتفرجوا على حاجة حلوة تكونوا راضيين عنها. لا اله الا الله.